هو مش قلة اهتمام ومش برود ولا تبلد ولا عدم إحساس ولا قسوة ولا إحباط ولا يأس. هو حجم الدنيا اتشاف صح، وحجم المشاكل اتقدر صح، وحجم البشر اتعرف. هو شعور جديد عليك تحسه بالعمق ده اسمه التسليم. التسليم ده بيخليك ما تتخضش من حاجة، ما تتفاجئش زي العادي، ما تقلقش زي الطبيعي. بيخليك مش هتموت على حاجة، ولا تفرح قوي ولا تزعل قوي ولا تحب قوي ولا تكره قوي. استقبالك لكل حاجة بيختلف، توقعاتك بتختلف، بتتشال قوي من قاموسك. اللهفة بهدوء، والانتظار بهدوء، والتقبل بهدوء، والسعي بهدوء، والقرب والبعد بهدوء. مش هتتشقلب عشان توصل لحاجة أو تغير وضع. فرق كبير بين إنك تبقى عديم الإحساس محبط ومش فارق معاك حاجة، وبين إنك اتعلمت إنك تستسلم. ولو وصلت المرحلة دي ما تنتظرش إنك تتفهم ببساطة، لأنك ببساطة هتتوصف بالبرود، وهتتوصف بالجحود وبالأنانية وبالكبر وبالجرأة، بإن مش همك حد، ماشي بدماغك وبس. برود التسليم هيخليك ما تبررش وما تشرحش، هتطيب خاطرهم على قد ما تقدر من غير شرح، لأن مش أي حد هيدرك اللي انت فيه. وهتتقبل أحكامهم برغم وجعك وشعورك بالاغتراب. لما يبقى التسليم عادة، هتلاقي نفسك إنسان تاني اتشكلت من جديد. هتلاقي نفسك أقوى بكتير، أجرأ في الحق، والخوف عندك هيقل. هتتعلم معاني تانية للصبر والرضا. هتتعلم تحب نفسك وتثق فيها، والثقة في النفس المتزنة مركزها عند ربنا بتنقلك نقلة تانية. التسليم هيخليك كل ما تقع تعرف تقوم، لأنك فهمت الدنيا وطبيعتها وحجمها، وبدأت تفهم نفسك، وبدأت تفهم عن الناس، وبدأت تتعرف على ربنا وقدراته. بدأت ترتب كل حاجة في مكانها وحجمها الطبيعي. قال تعالى: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. قمة التسليم إنك تتقبل أقدار ربنا بعد سعيك بكل صورها وتفاصيلها. ساعتها هتدوق جزاء المحسنين، وهتبدأ تستمتع بالمتاح بمنتهى الطمأنينة والاستغناء. دمتم بخير.